السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل اكلتنا النهارده اسكندرانيه اصيله، وهو الكشري الاسكندراني اللي هو عباره عن رز وعدس اصفر. بس قبل ما نظبط الشغل تظبيط بقى الحبشتكنات اللي حوالين الشغل، الحاجات الحرشه بقى اللي بتفتح النفس. هقلي هنا 3 بطاطسات، هحضرهم كده علشان اقليهم، لان الكشري ده مع لازم ضروري يبقى معاه بطاطس مقليه. وكمان هحمر بصلتين كبار، قطعيهم زي ما انت عايزه، المهم يتحمروا ويبقوا ذهبي عشان يحرمشوا معاكي كده ويبقى طعمهم حلو لما نرشهم على الكشري بتاعنا. هنا انا قشرت البطاطس وقطعتها، والبصل كمان اتحمر اهو. والله الكاميرا ظلماه، ده كان ذهبي وجميل ومحرمش وفضل لغايه اخر واحده محرمش. هطلعه بقى من الزيت، اصفيه على ورق مناديل عشان الزيت، وهنزل مكان البصل ده بالرز والعدس بتاعي علشان ياخد الطعم وريحة البصل، ويبقى كله كده على بعضه طعمه وريحته جميلة. هنا 3 كوبايات رز عليهم كوباية عدس، بياخدوا معيار المية الطبيعي كأنك بتعملي رز عادي. هظبط الدنيا بقى كده. بصوا الاكله دي اكله حرشه وجميله وخفيفه في الصيف وفي الحر، ومشهورين بيها في اسكندريه. هظبط الملح بتاعي. ما تنسيش وانت بتعملي اكلك تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وتسبحي وتستغفري طول ما انت واقفه في المطبخ. ما تنسيش كمان تقري لإلاف قريش علشان ربنا يبارك كل حاجه بتعمليها. ما تنسوش بقى اليومين دول الامتحانات شغاله، ربنا ينجح ولادنا كلهم يا رب، ويجبر بخاطرهم جبرا يليق بعظمته. هنا بقى هعمل الدقة بتاعتي اللي هي صلصة ودقة خل. الصلصة عبارة عن معلقتين توم كبار هحمرهم، واحط معلقة خل صغيرة، وهنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا مفرزاها. عندك صلصة من العلب المعلبة مفيش مشكلة. انا كنت مفرزة طماطم، هنزلها كده على التوم وهغطيها واسيبها تفك مع نفسها. والثوم مش هيجراله حاجه لان انا نزلت بخل وبنقطه ميه صغيره. الدقه بقى بتاعه الخل والثوم دي الطبيعيه اللي عاديه اللي احنا بنعملها مع الفته. معلقه ثوم صغيره، هنزل بنص كوبايه خل ونص كوبايه ميه، وهسيبها تغلي على النار. اظبط بقى الملح والفلفل ومعلقه كمون، واظبط بقى الحاجات الجميله اللي بتفتح النفس دي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه، تفعلي الجرس والمتابعه والاعجاب علشان يوصلك كل جديد. ويشرفني طبعا وجودكم عندي في القناه، وبشكر كل الناس اللي اشتركت في القناه ودعمتني، الف شكر. طبعا كل سنه وانتم طيبين، العيد خلاص فاضل له 20 يوم. ربنا يا رب يبلغنا عرفات ويجعل لنا فيها دعوه مستجابه. الايام اللي جايه دي ايام مباركه ان شاء الله، نصوم العشرة الاوائل من شهر ذي الحجه، وندعي كل يوم لاولادنا، وربنا ينجح ولادنا اللي في الثانويه العامه وكمان اللي في الاعداديه، ويجبر بخاطرهم يا رب، ويشفي كل مريض يتالم ولا يتكلم، اللهم امين يا رب العالمين، بحق الايام المفترجه. ويا رب كل اللي في نفسه حاجه ربنا يديها له. هنا سبت بقى الصلصه خلاص اتسبكت اهي، بتبتدي تتسبك، هغطيها واسيبها. هعمل بقى هنا طماطم المحشيه بالثوم والفلفل. الطماطم المحشيه دي كانت امي الله يرحمها بتعملها، طعمها تحفه، انا بعشقها. معلقه ثوم كبيره مفرومه، هنزل عليهم بفلفل فلفل رومي او فلفل سبايسي زي ما انت عايزه، وعليهم عصره ليمونه كده، وملح وفلفل وكمون. مش عايزه تحطي كمون ما تحطيش، انا هنا ما حطيتش كمون لان الكمون لقيته خلص يعني، بس طعمها كان تحفه. طماطم بقى كده هحشيها بالخلطه الجباره دي، وهسيبها شويه تشرب ملحها، وطعمها تحفه تحفه تحفه. هنا بقى كانت سبعة عور عادي يعني، احنا امهات فوارد ان احنا يجرالنا اي حوادث في المطبخ. لبست بس الجلافز ده علشان ايدي ما تلمس اي حاجه وتحرق. هغرف بقى الاكل الجميل ده. الف هنا وشفا على كل اللي اكل منه، والف هنا وشفا على كل حد بيدخل بيتنا وياكل لقمه. وجربيه هيعجبك قوي، حاجه سهله وسريعه كده وحلوه قوي في الحر. واحنا هنا مشهورين بالاكل الاسكندراني الاصيل. بالهنا والشفا. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه زي ما انا هدعي لكم دعوه حلوه. سلام.